دي واحدة من أقوى طرق تثبيت الصواميل ضد الاهتزاز في العالم، ومش شكلها الغريب هو السر كله في طريقة القفل نفسها. الصامولة العادية لما بتدخل في اهتزاز قوي مع الوقت بتبدأ تفك واحدة واحدة، وعشان كده المهندسين اخترعوا حلول تمنع الفك نهائيا. من أقوى الحلول دي نظام الصامولتين المقفولين على بعض، يعني تركيب صامولتين ورا بعض وتشدهم عكس بعض فيقفلوا على بعض بقوة باحتكاك رهيب، ويستحيل تقريبا ان الاهتزاز يفكهم. برضه في نوع تاني مشهور اسمه سيلف لوكينج ناتس، ودي صواميل فيها جزء بلاستيك او تصميم خاص بيمسك في الالوز ويمنع اي حركه عكسيه. في كمان انظمه متطوره زي النورد لوك ووشرز، ودي حلول ذكيه بتحول اي محاوله فك لقوه شد اضافيه. الانظمه دي بتستخدم فعليا في الطيران والاطارات السريعه والمصانع التقيله، وكل ما كان الغلطه فيها ممكن تبقى كارثيه. يعني ببساطه الاهتزاز اللي كان بيفك الصواميل زمان دلوقتي بقى ملوش اي تاثير مع الانظمه دي. والسبب انك مش بتشوفها في كل مكان مش عشان التكنولوجيا ضعيفه، لا، عشان تكلفتها اعلى ومش كل التطبيقات محتاجه القوه الخارقه دي. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.